جالي مهموم، وشه شاحب وعينيه مليانة حزن، وقال لي أنا مكتئب ومش عارف أعمل إيه. طيب قبل ما أقولك تعمل إيه خلينا الأول نفهم، هو أنت بجد مكتئب ولا ده مجرد حزن عادي؟ عشان كده خلينا نفهم الفرق بين الاكتئاب والحزن العادي. الاكتئاب مش مجرد زعل، الاكتئاب مرض بيأثر على النفس والجسم والعقل، وله أعراض واضحة. حزن مستمر مش مجرد لحظة وتعدي، فقدان الشغف حتى بأكتر حاجة بتحبها، مشاكل في النوم سواء كانت كتير أو أرق مستمر، عدم القدرة على التركيز حتى في أبسط الحاجات، إحساس دايم بالذنب وتأنيب الضمير بدون أي سبب واضح، مشاكل في الشهية سواء كنت بتاكل كتير جدا أو قليل بدرجة ملحوظة، إحساس مستمر باليأس وفقدان الأمل. ومع الوقت جسمك نفسه بيبدأ يستجيب لحالتك النفسية ويتعب وما تبقاش عارف السبب. وفي أسوأ الحالات ممكن تجيلك أفكار سوداوية عن إن حياتك بلا أي قيمة. لو الأعراض دي عندك مستمرة بقالها أكتر من أسبوعين وما بتروحش مهما حاولت تخرج من المود، يبقى لازم تزور طبيب نفسي في أقرب وقت. والكلام ده مش معناه إنك فيك حاجة غلط، لكن زي ما بتروح لدكتور لما جسمك يكون تعبان، كمان لازم تهتم بنفسيتك لما تكون تعبانة. طيب ده بالنسبة للاكتئاب. أما الحزن فحاجة تانية مختلفة تماما. لما بنحزن عقلنا بيعمل حاجة اسمها الانحياز الانتباهي، يعني ببساطة كل حاجة وحشة حصلت لنا قبل كده فجأة نبدأ نفتكرها وكأن مفيش أي حاجة تانية حصلت غيرها. عشان نفهم الفكرة دي أكتر، تخيل لما تكون نفسك في تليفون معين مثلا، والموضوع شاغل بالك وبتفكر فيه على طول، فجأة بتبدأ تشوف التليفون ده في كل مكان، في إعلان بيطلع لك، في إيد واحد صاحبك، في الشارع. نفس الفكرة بالظبط بتحصل مع الحزن. عقلنا بيبدأ يركز بس على اللي بيوجعنا، وللأسف عقلنا ساعات بيهول الأمور شوية، بيضخم المشاعر ويخلينا نحس إن المشكلة اللي احنا فيها هي نهاية العالم وإن عمرنا ما هنخرج منها. بس الحقيقة غير كده خالص. الحزن مش هو المشكلة إننا نستسلم للحزن. وعشان ده ما يحصلش لازم أولا تتقبل حزنك، ما تحاربوش، ما تهربش منه. افهم إن حتى أقوى الناس بتحزن، الأنبياء، المفكرين، الفلاسفة، العلماء، من أكبر لأصغر إنسان كلهم بيصابوا بالحزن من وقت للتاني. بس الفرق إن القوي ما بيسيبش الحزن يسيطر عليه. الحزن شعور نبيل وأهدافه عظيمة. خليني أحكي لك القصة دي. واحدة من أساتذة علم الاجتماع في جامعة أريزونا فقدت ابنها قبل الولادة بفترة قليلة جدا، ودخلت في حالة رهيبة من الحزن. ابنها اللي كانت بتحضر لاستقباله من فترة، ألعابه اللي ملعبش بيها وملابسه اللي ملبسهاش، كل حاجة كانت مؤلمة، لكنها قررت ما تستسلمش للحزن. وبعد فترة بدأت تسأل نفسها هو إيه الهدف من الحزن اللي أنا فيه ده، وطلعت بفوائد عظيمة نستفيد بيها من الحزن. الحزن بيساعدنا في فهم معاناة غيرنا، في إعادة ترتيب أولوياتنا، في اكتشاف الحكمة من اللي حصل لنا، وكمان بيساعدنا نكون أقوى وأوعى. احنا بنحاول نهرب من نفسنا طول الوقت، بنشغل دماغنا دايما بحاجات تافهة عشان ما نقعدش مع نفسنا. بس لما نحزن الحزن بيجبرنا نتجرد من كل ده ونبدأ نعرف احنا مين. فلو حسيت بالحزن ما تحاربوش، ما تحاولش تهرب منه، لكن في نفس الوقت ما تخليهوش يسيطر عليك. وافهم ان الحزن مش النهاية، الحزن مجرد محطة لازم تعدي منها، فعدي منها أقوى. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد في الشارع.